دي ستيب رقم 5 قلنا ان انت تطبق ده في الشركه بتاعتك. طب هتيجي تقول لي انا جربت اتكلم مع التسويق لقيتهم يعني قال لي بعض المعلومات ما ادانيش كل حاجه. قلت لي ممكن اسال ده بره، فسالت بره، بس انا في الشركه بتاعتي لقيتهم مش عايزين يساعدوني بالمعلومات دي. قالوا لي بص يا توتو، لما تقعد لك سنتين 3 كده تعمل شغل حلو وكويس وتاتشيف حلو قوي نبقى نفكر ايه نتكلم معاك، غير كده ما تقعدش تقرفنا، جيب بيعك كل سنه وجيب لنا بيست اتشيفر بعد كده نتكلم. وده حقهم على فكره ان هم يطلبوا منك انك تحقق في البيع كويس قوي. بس ان كيس ان انت عملت ده وبرضه رحت لهم ورفضوا ان هم يساعدوك او ان هم يقولوا لك معلومات زي كده او ان هم يدوا لك معلومات وحاولت تطبق في ريتك بس انت حاسس ان قلبك لسه مش كفايه، انت شغفك مش كفايه بالنسبه لك، اعمل ايه؟ طبق ده بره. طبق ده بره لو قانون العمل يسمح لك بحاجه زي كده. انا مش بقول فول تايم جوب، انا بتكلم انك تساعد اصحابك، حد عنده جيم، حد عنده ويب سايت وعايز تعمل له ماركتنج ليه، تعمل بلوجينج، تعمل فيديوز على يوتيوب زي مثلا بعمل فيديوز دلوقتي. انا الحمد لله شغال في شركات ادويه عالميه على مستوى فريق العالم وربنا كرمني فيها الحمد لله. بس النهارده جاي اتكلم على الخطوه اللي انت ممكن تعملها عشان ازاي تطبق الشغف بتاعك. طبق الشغف بتاعك في بلوجينج. انا اول يا جماعه بعد ما اتخرجت من حوالي سنه ونص شغفي اتقسم لحاجتين، الماركتنج والتريننج، وما بقتش عارف هو انا عايز ده ولا عايز ده، وانا ميديكال راب وبقيت لي وما جاتليش الفرصه ان اقدر اشوف الماركتير ده بيعمل ايه، والماركتنج بتاعنا كان مشغول، ما كنتش قادر اروح له اعرف منه الديتيلز بتاعت الماركتنج كامبينز وكده. كان بالنسبه لي جامد جدا جدا وكنت بشوفه بنبهر بيه جدا جدا، بس ما كانش عندي الفرصه ان اعرف التفاصيل دي، بيعمل ايه في شغلانته. كنت بشوف الكامبينز بتاعته وافتكر ان هي دي الماركتنج بس ما لحقتش اجرب دوت. وفي نفس الوقت لقيت قلبي بيقول لي ايه ده ولا ده، انت مش حاسس ان انت عارف متمزق ما بين الاثنين. التريننج ليه كابابيلتيز مختلفه قوي ومتعه، والماركتنج ليه كرياتيفيتي وطرقعه والدليفر بيرفورمانس وبراند قوي جدا وريسبونسبيلتي من هنا لهنا فالاثنين مختلفين عن بعض، فما كنتش عارف انا عايز اعمل ايه. وده ما فيهاش مشكله، دي نصيحتي. لو انت بعد كل ده انت مش عارف ايه وسالت الديبارتمنت وعملت كارير كونسلنج وعملت اسسمنتس وجربت جوه الشركه، ابدا اعمل بلوجينج، جرب اكتب ارتكلز على الكلام ده، ابدا اعمل فيديوهات عنها. وانت بتشتغل هتلاقي عشان تو كيب ابديتد انت مضطر انك تقرا وانك تسال وانك تعمل نتوركينج. هتلاقي قلبك بيجري في حته وبيبعد عن حته، 100% ده هيحصل. لما يجري في حته اعرف ان عندك شغف فيها. لان مثلا انا اقول لكم ما جيت اكتب ارتكلز، كان الكلام ده في 2008، كان بعد سنه ما اتخرجت، فقلت ايه خلاص اول حاجه بقى اكتب عن التريننج. هتكتب ايه في التريننج؟ قلت بص انت قريت ايه؟ انا قريت مثلا ستيفن كوفي وكنت قريت شويه حاجات عنه في الهيومن ديفلوبمنت وفي الان ال بي البرمجه اللغويه العصبيه. يبقى اكتب في الكلام دوت، مش انك تنقل اللي انت عامله، اكتب انت رايك ايه وتطبيق ده في الحياه شكله ازاي. فبدات اكتب مقالات 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 مقالات، هوبا 1 2 3 4 5 6 7 والدنيا بتحلو معايا 8 9 10 20 30 40 50. بعد كده لقيت ان الكونتنت بتاعي يعني خلصت محتاج اقرا تاني. مفيش مشكله اقرا. وانا بقرا لقيت ان ايه شغفي والمتعه مش نفس المتعه لو انا بقرا في التسويق. ساعتها بدات اقرا في التسويق فلقيت ان انا مبسوط قوي قوي بان انت عندك تحدي وعملت فكره وطبقتها وقستها وشفت النتيجه بتاعتها وبقى بيبي بالنسبه لك، فاهم؟ وازاي اخدت البرودكت دوت او المنتج بتاعك دوت قدرت تعمل منه حاجات ضخمه، غيرت شركه او غيرت افكار ناس او غيرت طبيعه او غيرت بيهيفير موجود عند العملاء بتوعك. فدي لقيتها حاجه بتخليني وانا بكتب في المقالات هنا وبكتب في المقالات هنا، بكتب في مقالات التسويق، لقيت نفسي بقعد بالليل مش نايم اطبق، اجي في الويك اند وبشغل لي 15 ساعه 16 ساعه عمال اكتب في المقالات دي وانا مش حاسس بالدنيا تماما، وعمال اكتب واحد زي اللهبل عمال يكتب فيها مش حاسس بالدنيا. ده الشغف. لو انت وصلت لمرحله من المراحل دي اعرف ان عندك شغف. عندك شغف بيقول لك ان قلبك بيجري في الحته دي، شكل قلبك بيحب الحته دي. طب انا لو ما كنتش جربت دوت ما كنتش هعرف. هل انا ساعتها قلت انا مش حابب التسويق مش حابب التريننج؟ لا، انا بقيت حابب التريننج وكل حاجه. وشايف قلت انت ممكن وانت بتعمل بتشتغل في التسويق انت محتاج تعمل برزنتيشن، وانت بتعمل تسويق محتاج البلان بتاعتك
تكوميونيكيت ده او تقول البلان بتاعتك في وقت ضيق وبشكل حلو قوي للناس، وفي شكل وقت دقيقه او دقيقه ونص لو انت بتتكلم مع لاير كبيره او سينيور ليدرشيب تيم. فانت محتاج يبقى عندك ستوري تيلينج تكنيكس، فمحتاج تتمرنها. فبدات ادمج الاثنين مع بعض واحط ده جزء من شخصيتي. هتقول لي هل اول ما انا عملت حاجات كتيره في الكليه، مظبوط، بس وانا في الكليه اشتغلت في الحاجتين، في التسويق وفي التريننج، واشتغلت في البابليك ريليشنز والسيلز، فكنت عندي كذا حاجه مش عارف شغفي فين، وقعدت متلخبط فيها شويه بعد ما اتخرجت، لحد ما وصلت لمرحله من المراحل بعد الكليه بسنتين او كده عرفت ان شغفي في الحته دي، ان ما بين التريننج وما بين التسويق.